قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. وبما ان الحب مولع بينا على اليوتيوب جايب لك قصه اقسم لك لو كملتها للاخر هتدوب. اهم حاجه يا صديقي الحبوب تجيب من الثلاجه احلى مشروب، لانه يقسم لك الفيلم حاله من المتعه الفولاذيه التي ولن تراها الا عند مختار كوكلي ابن السوهاجيه. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه العالميه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بكبير اللي بيكون حاضن حب عمره بيرتي وبيقول الحب كلمه وصفها اللي يجهله مش محتاج كتاب ولا اتنين، محتاج ملايين. وده اللي حصل معايا، ما كنتش اعرف ان الحب هيكون سبب موتي، ولكن قبل ما اموت لازم تعرف منك ليه اللي حصل معايا علشان ما تتكررش معاكم. انا عايش اسوأ ايام حياتي، عايش ايام ما اتمناش اي حد فيكم يعيشها. جدتي دايما كانت بتتكلم عني بالخير ونفسها ارجع تاني بيت ابويا. انا بقى مش راجع لان اللي انا فيه ما يسمحليش اعيش مع اي بني ادمين اصلا. كل ده علشان الحب عامل زي عضة الكلب يا صديقي. المهم اخوه بيقول لابوه اسمعني يابا، كبر بيمر بفتره صعبه قوي في حياته. بيقول له انا مالي يالا، ده عيل ممحوق حته بنت لا راحت ولا جت تعمل فيه كل ده، بقاله اكتر من 90 يوم بره البيت ما يلزمنيش تاني لا ابني ولا اعرفه. طالما الراجل اتجنن بحاجه وخصوصا لو كانت ست يبقى احسن موته ونهايه اخوك قربت. في الوقت ده كبير بيكون نايم على السطوح والبنت الشغاله بتقول له ازيك كل يوم نايم من غير هدوم. بيرنوا عليه في الشغل ولا بيعبرها، بيعبر ادمانه او بيروح يزود الازازه ميه او بيرفعها بينزلها فاضيه. وها هو الوحش العنيف، الولد المخيف، البطله التي بغضبه هيكدب النهارده كتير. كبير بيروح للبنت دي او بيقول لها يلا مفيش وقت. بتقول له استنى خطيبي شكله جه. بيقول لها فكك منه خلينا نخلص وبعدين يخش. بتقول له بقول لك خطيبي جه بره، استخبى في اي مكان. بيخرج من الباب اللي بيخبط عليها خطيبها ولا بيهمه. بيتصل بصديق عمره دكتور شيفا، بيقول له انت يالا البنت اللي كانت معجبه بيا رقمها معاك؟ بيقول له معايا. بيقول له ابعتهولي حالا. بيقول له اصلا انت دماغك طارت، ادمانك للحاجات دي مش هينسيك بيرتي. بيقفل في وشه وعلشان يهدي العمليات بيحط تلج في الحاجات. بيرجع البيت وبيقول بيرتي انت فين يا عمري؟ الشغاله بتقول له هي موجوده. بتكون كلبه صديقي مسميها على اسم حب عمره. المهم بيقول لها بقول لك يا بنت انت تغسلي لها اسنانها كويس وتخلي بالك منها لحد ما ارجع من الشغل. بيروح على الشغل بيرفع برضه كاس او بيخش اوضه العمليات، بيخلص العمليه اللي في ايديه وبيخرج يولع سيجاره ممنوعات. الممرضه بتحضر قدامه بيقول لها روح دخلي المريض تاني اوضه العمليات. بتقول له بص يا دكتور بغض النظر انك افضل دكتور عظام في الهند واشتغلت وحققت انجازات كتير في البلد وعملت عمليات مستحيل تنجح نجحت بيك، بيقول لها ما علينا قصري. بتقول له قصدي مش هينفع تدخل العمليه دي. بيقول لها مالكيش دعوه، روح يساعد البنت الهبله اللي جوه دي. وفعلا بيخش يخلص العمليه الثانيه وهو بيروح البيت يشرب بغباء. تفتكر ايه اللي يخلي دكتور محترم ابن ناس شاطر في شغله يوصل لمرحله ادمان الكحول والمخدرات دي يا صديقي؟ خليني احكي لك القصه من البدايه يا معلم. في اخر سنه في كليه الطب كبر كان شاب بسيط وما بيحبش المنظره. ابوه راجل ملياردير ويقدر يركب فيراري ولكن بيحب الموتوسيكلات وخصوصا الموتوسيكل اللي هو راكبه ده بالذات. بيروح الكليه يلعب نهايه بطوله كاس الصين العظيم وهو بيكون اسطوره في حراسه المرمى. الفريق اللي بيكون قدامهم مش سهل خالص لانه فريق معهد خالصه، وكابتن فريق معهد دلهي بيكون هو كبير وكابتن الفريق المنافس بيكون امين. الاثنين قلت اعضاء لبعض. الشوط الثاني بينتهي 3-1 لمعهد دلهي وهو بيجي ضربه جزاء لفريق خالصه صديقي. حامد بيقول لزميله عايزك تسدد عليه تكسر له اسنانه بالكوره. كبر بيقول له بجد لو الكوره لمست الشبكه بتاعتي اخلع هدومي وهرقص ملط في الملعب. الحكم بيصفر، الواد بيجري على الكوره ويوزع على مين؟ ده كبير ابن المجرمين. بيجيب الكوره من على الشمين وبيرميها بتروح مرتده. ابن الهرمامد بيقول له ولا بيتف عليه. كبير كالعاده بيغضب، هو بيكون خلاص هيمسك فيه ولكن كمال بيقول له اهدى يا اسطى اهدى وحياة امك كلها 5 دقايق ونكسب الماتش، ما تخليهوش يستفزك. اولاد الهرمه دول راشين الحكم وهوب زمايله بيروحوا بالكوره ويوزع جول. قامت بيحط ايديها على دماغه وكبير بيقول له امين خد يا زميل. شبه بيقول لزمايله بره عاش عليهم 3 دقايق وهنكسب المباراه وناخد الكاس ونرجع. وهوب قامت ابن الهرمه بيروح جري على كبير، زمايله بيندهوا عليه ولكن ابن الهرمه بيكون وصل له وبيخبطوا على دماغه. كبير بيتعدل ورغم ان هو اللي مضروب الحكم بيديله كارت احمر. بيقوم يمسك الكارت بدراعه وبيقول ولا كمان اقفل الباب. بيكسر عظم الحكم وبيروح على امين بيكسر عظمه وقامت بيجري منه ولكن بيكمل وراه بيكسر عظمه. واللجنه بيكونوا هياخدوا الكاس بيقول لهم ولا سيبوا الكاس مكانه. بيسيبوا الكاس وفعلا هم اللي بياخدوا الكاس. بيروحوا على الفصل العميد بيستقبل الدفعه الجديده وبيقول لهم انا مبسوط قوي بوجودكم وسطنا يا شباب، زي ما انا متاكد ان انتم مبسوطين انكم اجتهدتوا علشان توصلوا لاكبر معهد طب في الهند كلها معهد دلهي للطب. احب اعرفكم ده كبير نائب جراح عظام دايما بياخد المركز الاول في الكليه، المركز الاول في المجلس، المركز الاول على مستوى الهند، افضل واشطر واذكى طالب في تاريخ الكليه. يا ريت ترحبوا بيه ترحيب من نار. بيسقفوا له بيقول لهم ولكن سيطرتوا على غضبه 0%. والدكتور لما ما يعرفش يسيطر
يسيطر على غضبه يبقى دكتور فاشل. تخيلوا لو في ايديه مريض بيعمل له عمليه وفي ممرضه ضايقته، ممكن المريض يتحول لقتيل تحت ايديها عادي جدا. اهم حاجه في مهنه الطب الهدوء، وان ما عرفتش تسيطر على غضبك ما تبقاش دكتور، حتى لو كنت الاول على الهند ومقفل درجاتك. اللي بيعيد السنه مره واثنين وثلاثه وبيعرف يسيطر على غضبه امن واحسن منك على المريض. شيفا بيقول له معلش يا دكتور، كبير مش غلطان، قامت هو اللي راح ضربه. كبير بيقول له مالكش دعوه يا شيفا، اطلع بره. كمل يا دكتور. بيقول له كمل ايه؟ امل يخاف فيك يا كبير، المفروض واحد زيك يكون رمز، المفروض تكون قدوه للطلبه كلهم، للاسف انت موقوف شهر على اللي انت عملته في الملعب يا كبير. بيقول له خلاص. طيب كره القدم دي لعبه ومش اي لعبه، لعبه عباره عن حرب، المفروض يكون في احترام للخصم، ولكن الفريق اللي كان قدامنا قائدهم ما عندوش اي احترام، وانا رديت عليه الرد اللازم، ده اسلوبي ودي شخصيتي، طبيعتي مش هقدر اغيرها. بيقول له طبيعتك العنيفه؟ بيقول له دي بقى اكتر حاجه انا راضي بيها عن نفسي. وبالنسبه للكليه وكرامه الكليه انا رديتها قبل ما اخرج من الملعب، انا كنت الافضل في المعهد فالافضل علشان سمعه المعهد تفضل في العالي، عملت كتير علشانه ولسه هعمل اكتر، بس مش في المعهد ده. 5 دقايق وهتلاقي استقالتي عندك. بيقول له بجد هتمشي؟ يا ابني غضبك هيوديك في 60,000 داهيه. بيقول له شخصيتي هي اللي جابتني هنا. سلام يا دكتور. وبيسيبه ويمشي. الكل بيوقف له انتباه، وكبير بيروح للدكتوره دي بتقول له يا كبير ما تنشفش دماغك. بيقول لها قرار نهائي ما فيش فيها اي رجوع. بتقول له طيب اهي الاستقاله، خلي العميد يمضي عليها بس استناه بره، هو في اجتماع بعد ساعتين هيخلص، اما يخلص يبقى خش له. بيخرج يولع سيجاره ولا ندمان ولا لحظه انه ماشي، وهو بنات الدفعه الجديده بيحضروا في المكان. كبير بيبص بيشوف القدر اللي هيغير حياته 290 درجه. كبير بيفضل مركز معاها، والعميد بيخلص الاجتماع وكبير لسه بيفضل مركز مع بيرتي. بيخشوا الفصل وكبير بيقطع الاستقاله. شيفا بيفرح قوي وكبير بيروح على فصل الشباب. بيقول للدكتوره ممكن اخش؟ بتقول له اتفضل يا كبير. بيقول للشباب يسمعوني كويس، في بنت في الدفعه الجديده تخصني، ان اي حد منكم حاول يشغل دماغه ويلفت انتباهها وربنا ما هرحمه، هنفخه، حتى لو هي جت اتكلمت مع اي حد فيكم واتذاكى ورد عليها هشوه وشه، هعمل وشه فرح وهعزمه فيه، انا ما اعرفش اسمها، اوصفها لهم يا شيفا. شيفا بيقول لهم لابسه طقم ابيض وطرحه وردي. كبير بيقول لهم اي حد فيكم يقدر يظبط اي بنت تاني عادي جدا، اما البنت دي بالذات اللي هيقرب منها هعمل معاها حاجات ما بتحصلش غير 2 و3. مفهوم؟ انت ده سمره فين الواد بالا؟ بيقولوا ما جاش النهارده، الميه قطع عندهم ما عرفش يغسل وشه ويجي. بيقول له تروح للبيت وتوصل له الرساله. شيفا روح عرف زمايلنا البنات. وفعلا شيفا بيروح فصل البنات وبيقول لكمال تعالى بص يا اسطى، هي البنت دي بيعرف كل زمايلهم، والبنت دي بتقول لها هو انت اسمك ايه يا قمر؟ بتقول لها بيرتي. كبير بيخش عليهم وبيقول لهم عرفتوا اسم البنت؟ بتقول لها عرفي كبير عليكي. بتقول له انا بيرتي. تليفونه بيرن فبيخرج بره. ابوه بيقول له يا كبير في بنت واحد صاحبي لسه داخله عندك المعهد جديد، يبقى خلي بالك منها. بيقول له حاضر يابا. بيقول له عمها معايا اهو. بيقول له ما تقلقش عليها يابا. بيقول له طيب ايه اللي عملته في الملعب ده النهارده؟ بيقول له ضربت عيل قليل الادب ووقفوني شهر، هيبعتوا لك شكوى يا ريت تطنشها ما تشوفهاش اصلا. بيقول له ماشي. بعد ساعه كمال بيروح له جري وبيقول له الحق يا اسطى، الظاهر ان البنت جابت باباها واشتكت له منك، اهرب بسرعه من هنا يا عم. ما بيسمعلوش وبيروح للراجل بنفسه بيرمي السيجاره. بيقول له مش عيب يا ابني السجاير دي؟ بيقول له لا مضره، اي حد بيشربها معرض ل 690 مرض مختلفين، بس للاسف مش عارف ولا عايز ابطلها. بيقول له ابوك يعرف؟ بيقول له لا بس لو سالني مش هكدب عليه. بيقول له طيب انا اخويا شغال عند ابوه. بيقول له اه ما هو ابويا اتصل بيا ووصاني على بنت حضرتك. بيقول له طيب احب اعرفك عليها، بنتي بيرتي. بيقول لها ازاي؟ بيقول له خلي بالك منها وعاملها زيها زي اختها. بيقول له عيب عليك يا عمي، ده انا هصبحها بعلقه وامسيها بعلقه ان ما ذاكرتش كويس، ما حدش هيستجرأ يبص لها ولا يضايقها باي كلمه، ما تشيلش هم بس انت وروح. هو انت جبتها هنا بالفلوس؟ بيقول له لا بنتي جت هنا بمجهودها. انت جيت هنا بالفلوس؟ بيقول له لا طبعا جيت بمجهودي وحب للطب، ما تقلقش عليها هخلي بالي منها. هو بيسيبهم ويمشي. بيخش جوه اتنين من البنات القدام بيعملوا للبنات الجداد حفله استقبال. بتقول لهم يلا غجر انتوا كده كاملين؟ التانيه بتقول لهم كلكم اقلعوا هدومكم، وكل ما سرعتوا كل ما كان احسن. واحده منهم بتقول لها لو سمحت احنا اولاد ناس محترمين. بتقول لها في ايه يا بت؟ انت محسساني ان انا جحده. ايه لا يا بت منك ليه والا هننفخكوا دلوقتي. البت بتقول لزميلتها بصي تعالي نقلع احنا كلنا بنات في بعض. بتقول لها مش هينفع، في عش عصافير عايز يتشاف. وهوب بتخش عليهم البنت دي بتقول لهم فين بيرتي؟ بتقول لها سيبيهم بنظبطها. بتقول لها البنت اللي اسمها بيرتي دي تخص كبير ومنبه اي حد هيزعلها هينفخه. بتقول لها كبير مره واحده مهتم بيها وربنا نحلى منها بكتير. بيسيبوهم وبيرتي بتخرج تغني. كبير بيحضر في الكليه هو بيفضل باص عليها، بتاخد بالها منه. بيقول لها تعالي. بتنزل له بيقول لها في حد ضايقك؟ بتقول له لا. بيقول لها الاكل عجبك؟ بتقول له اه. بيقول لها في حد بصلك بصه مش حلوه؟ بتقول له لا. بيديها واحده على الطاير والكل بيكون مركز معاهم يا صديقي. البت لسه بتكون مصدومه. بيقول لها ما تخافيش، ما حدش في المعهد خد باله، روح يلا كملي غنى واعملي كل اللي نفسك فيه. بتسيبه وتمشي وهو بيروح يركب كرسي تاني للمكنه بيروح لها الفاصل بيلاقيها قاعده ورا. بيقول لها تعالي هنا. بتروح له بيقول لها لازم تبقي قدام علشان تركزي في الكلام اللي بيتقال من الدكتور اللي بيشرح، وصحبتك لازم تكون شاطره علشان تبقي زيهم شاطره. ارجعي يا بت منك ليها ورا. تعالي يا شروتي. شروتي هتقعد جنبك مستواها جبار نفس مستواكي بالظبط. ايه الحصه الجايه؟ بتقول له تشريح. بيقول لها انا هراجع الحصه دي، يلا تعالي معايا هشرح لك. بتروح معاه بياخدها على المكنه وبيمشي.
ويمشي. تاني يوم بيروح لها وتالت يوم بيروح لها بيقول لها عندك ايه النهارده؟ ما بتردش عليه فبيسيبها ويمشي. وفي يوم مهرجان الالوان كبير بيقعد مع شيفا وهوب بيخش عليهم كمان. بيقول له يا اسطى انا شفت بنت وسط البنات بس شكلها كان متلطخ جامد بالالوان. بيقول له في حد ضايقها؟ بيقول له لا يا عم. طيب مين هيضايقها؟ بيجي له تليفون بيقول له مين اللي لطخها؟ انا جاي حالا. بيروح جري على سكن البنات بيلاقيها متلطخه الوان في اماكن كتيره صديقي. بيقول لها اهدي خالص روح استحمي هستناكي هنا. بينده الاثنين اللي شافوا اللي حصل بيقول لهم ايه اللي حصل؟ بيقول له يا ريس في واحد جاب زمايله جه هنا غتته على البنات. فضلوا يغتتوا على البنات كلها واما قلنا لهم ابعدوا عن بيرتي لانها تخص الدكتور كبير ما بعدوش. واما عرفوا انها تبعت سابوا كل البنات ومسكوا فيها هي بالذات. واحنا يا ريس ما قدرناش عليهم لانهم كانوا اكتر مننا بكتير. بيقول له مين هم دول؟ بيقول له الواد كبيرهم ده كان هو اللي انت ضربته في الملعب. بيقول له عمل ايه بالظبط؟ بيقول له حاجات كتير عيب يا دكتور. بيقول لهم امشوا من هنا. بياخد بيرتي على المكنه هو بيروح جري على معهد امين. بيخش بيلاقيه وسط زمايله بينزل تخبط في عظم وشه بيكسره له. بيبعد عنه قامت بيقول لهم هاتوا سجاره. كبير بيقول لزمايله هات ولع. بيولع له هو بيقول له امين احنا بقى لنا سنين اعداء. شايف البنت اللي واقفه دي بحبها حب جنونه جدع وان حصل لها اي حاجه وحشه انا ممكن اموت. من يوم ما عرفتها وانا واخد قرار اني ما اعملش اي حاجه غلط في حياتي. هعمل اي حاجه الا بيرتي يا امين اوعدني ما تقربش منها تاني. قامت بيبص عليها هو بيقول له اللي بيحصل ده كبير قوي يا كبير. بنفسك قاعد بتترجاني بس خلاص وعد مني مش هقرب لها تاني. وده غور من هنا. بيسيبه وبيروح ياخد بيرتي بالحضن والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. بيرجعوا السكن وهوب بتتعور هناك. بنفسه بيروح يداولها جراحه. بيخرج بره لزمايله بيقول لهم التعويره جامده قوي يا شباب انا هاخدها معايا في السكن. بيقول له اصلا انت اتجننت ازاي هتقعد معاها في سكن واحد؟ بيقول له يا عم وراها امتحانات ومش هتقدر تحضر دروس ولا تقوم تعمل اي حاجه في السكن وانا وعدت ابوها ان اخلي بالي منها. بيقول له يا حنين انت ناسي انك وعدته انك هتعملها زي اختك؟ بيقول له يا جدع وانا اغتصبها في السكن؟ يا عم انا بقول لك هخلي بالي منها يعني اكل شرب انت فاهم يعني. وفعلا بيروح ياخد حاجتها من السكن هو بياخدها معاها في السكن بتاعه. الكل بيفضل باصص عليهم هو باشاره من كبير الكل بيرجع مكانه تاني. بياخدها جوه وبيفضل يذاكر لها. بتمسك ايديه عينيها بتيجي في عينيه والحب بيولع في الاوضه يا بيه. بيقضوا اجمل ايام حياتهم سوا ولازم كل يوم يديها الدواء. خلاص كبير اتخرج وهيسافر على لندن يكمل تعليمه هناك. ما بيسيبوهوش يا صديقي بيفضلوا رايحين جايين على بعض وفي غيابه بتعيش اسوأ ايام حياتها. ما بتقدرش تستغنى عنه لحظه ولا هو بيقدر يستغنى عنها لحظه. بيتخرج من لندن وبيروح معاها على بيت باباها. بيسلم على اخوها الصغير. امها بتقول لها مين ده يا بيرتي؟ بتقول لها زميلي كبير يا ماما. بتقول له ازيك يا ابني؟ بيقول لها تمام النهارده فرح اخويا الكبير هاخد بيرتي معايا البيت تحضر معايا الفرح وارجعها لكم تاني. بتقول له ابوها مش موجود يا ريت تستنى هنا لحد ما يرجع. بيخرج يستنى باباها وبيرتي بتخرج وراه. بيديها واحده على الطاير وهوب باباها بيحضر في المكان. هو بيشوفهم بالوضعيه ده صديقي. بيقول لها بيرتي. كبير بيقول له ده يا عمي انا مقدر الموقف اللي احنا كلنا فيه بس انا بحب بيرتي وعايز اتجوزها مش بلعب بيها. بيقول له تتجوز مين يا كلب انت؟ بيقول له عمي ارجوك اهدى. بيقول له اخرج بره بيتي يا كلب. بيرميه بره. بيرتي بتقول له ما تمشيش يا كبير. بيقول لها لولاك كنت كسرت عظم وشه. هو بيسيبها ويمشي. بيروح على فرح اخوه وابوه بيقول له ايه اللي انت حببته في بيت الراجل ده؟ بيقول له يابا انا بحب بنته وعايز اتجوزها. بيقول له جواز ايه وحب مين؟ ابو البنت دي راجل ملتزم وما بيدوش بناتهم لاي حد غريب وبالذات الناس الاغنياء لان في مخيلتهم ان الاغنياء بيتحكموا بفلوسهم. بيقول له انا مالي انا بحبها ومش هتجوز غيرها. بيقول له اخ عنك ما اتجوزت انت عيل طايش. ابوها مستحيل هيوافق وبعدين احنا في ايه ولا في ايه؟ نخلص فرح اخوك الاول وبعدين نتكلم. بيسيبوه يمشي. جدته بتقول له ده يا ابني ابوك خايف عليه ما تقلقش يخلص فرح اخوه وانا هتكلم معاه واقنعه. وهو بيرتي بتحضر في البيت بتقول لابوه ازيك يا عمي انا بيرتي فين كبير؟ بيقول لها في اوضته. بتطلع له فوق بيقول لجدته هي دي بيرتي يا جدتي. بتقول له يا سلام تعالي يا بنتي انت وهو لايقين على بعض قوي ما تقلقش يا ابني انا شايفاها مراتك هسيبكم سوا تتكلموا. بتسيبهم وتمشي. بيرتي بتقول له خلاص ما تزعلش بقى. بيقول لها اقنعتي ابوكي؟ بتقول له لسه هتكلم معاه. بيقول لها اما تتكلمي معاه نبقى نشوف. بتقول له انا مش هتجوز غيرك. هو اول يوم هنقضيه هنا؟ بيقول لها يوم بس. قولي اول 500 يوم. بتقول له 500 بس. بيقول لها 600. بتقول له بس امال انت عايزاه يا بنت انت؟ يجيب لبس مشترك تلبسوه انتوا الاثنين. المهم يا صديقي بتروح تستناه في البيت وهو بيروح تاني وراها. ابوها بيكون جايب عمه. هو بيقول له انت تاني؟ انا مش قلت لك ما تقربش من بنت تاني؟ بيقول له انا عايزك تسمعني بس يا عمي. اولا انا اسف على اللي حصل امبارح مش عايزك تحكم على علاقتي ببنتك. بنت انا بحبها بجد وعايز اتجوزها مش بلعب بيها واللي يثبت لك اني واقف قدامك دلوقتي ومستعد اعمل اي حاجه علشان توافق. صدقني هخلي بالي منها. انا خلصت الماجستير بتاعي هعيشها عيشه كريمه وكمان اول ما تقابل ابويا هتعرف انه راجل محترم وما عندوش اي نوع من نوع الكبرياء واخوك اهو شغال معاه ويعرفه كويس. بيقول له هو احنا علشان شغالين عندكم هنجوزكم بنتنا واحنا مش موافقين؟ بتتباهى بفلوس ابوك يا بيه؟ بيقول له ابدا يا عمي. بيقول له اسمع يالا دي بنتي انا هختار لها جوزها بنفسي ولو هموتها مش هديها لك انت يا فاشل. حماده بمبس بيحضر. هو بيقول له هو الواد ده يا عمي اطلع بره يالا. بيقول لهم في ايه يا جدعان؟ اسمع يا راجل انت انا بحب بنتك واقسم لك ما حد هياخدها غيري ما ينفعش تعامل جوز بنتك بالطريقه دي. بيقول له انت شمال يالا. بيقول لي بنت ابوكي ده حمار اصلا وانا خلاص جبت
جبت اخري منه. بيسيبهم ويمشي وبرتي بتروح وراه. مامتها بتخرج وراها بيقول لها همشي من هنا يا وليه يا عره. بتخش جوه وبرتي بتقول له بوس ايدك اهدى. بيقول لها اهدى مين؟ انت مش شايفه اللي بيحصل؟ بتقول له طيب خلاص اهدى علشان خاطري. بيقول لها ما تبكيش، لو عيطت هخبطك بقلم هكحت بوشك الاسفل. بتقول له بوس ايدك ما تسيبنيش. بيقول لها وعايزاني ليه؟ روح اتجوزي ابن عمك اللي ابوكي جابهولك. بتقول له طيب اهدى. بيقول لها قدامك 6 ساعات وتردي عليا. بتقول له قليل قوي 6 ساعات. فبيرزعها بحته قلم محترم. بيقول لها 6 ساعات ما تنسيش، وبيسيبها ويمشي. بيروح البيت وطول ما هو في فرح اخوه بيشرب بغباء. الشرب ما بيعملش اي حاجه معاه. وبرتي من ساعتها بتتكلم مع باباها. بنت عمها بتخش عليهم، هو بتقول لها انت بتحبي الواد ده من يوم ما دخلت المعهد؟ بتقول لها مش كده وبس، انا وهو سوينا حاجات ما بتحصلش غير خميس وتلات. امها بتقول لها مره ولا اتنين مش هتفرق. بتقول لها لا وحياتك مره واتنين وعشرة والف كتير قوي يا مامي. فبتخبطها بحته قلم محترم. كبير بيشرب كتير برضه ولا حاجه بتاثر فيه. بيقول ولا يا شنكر روح هات لي الحقنه دي. بيروح يجيب له الحقنه وحمده بيروح لبيت عمه. بيتفق مع عمه على جوازه من بيرتي، وكبير بيخبط الحقنه في عروقه. بيثبت مكانه صديقي. بيرتي بتسيب البيت وبتروح لكبير في بيته. بتقول لاخوه قول لكبير ان انا جيت له. عمها بياخدها ويمشي، واخو كبير بيطلع له الاوضه، وكبير ما بيكونش في الدنيا يا صديقي. بيعملها على روحه وبيفضل يوم النايم مش حاسس باي حاجه. بيفوق وبيخرج بره بيقول لشيفا هات سيجاره. بيقول له مش هينفع. بيقول له اخلص هات سيجاره. بيدي له سيجاره. بيقول له استنسى البنت دي وركز في حياتك. بيقول له بنت مين؟ قصدك بيرتي؟ هي لسه بتبكي؟ بيقول له لا اتجوزها. بيقول له ما تقدرش تتجوز غيري. بيقول له اقسم لك بتتجوز النهارده. بينصدم. شيفا بياخده على المكنه وبيوصله على بيتها. بيقول لها بيرتي هو ازاي بتتجوزي حد غيري؟ ما بتبصش عليه، واولاد الهرمه بيتلموا عليه بيكسروا عظمه. شيفا بيقول لهم سيبوه الا اخلص على الست دي. بيسيبوه وهو بقى ما بيسيبوهمش يا صديقي. بيطلبوا له الشرطه واخوه بيروح يخرجه من القاسم. بياخده على البيت. امه بتقول له ايه يا ابني؟ ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ يا ابني خلاص اتجوزت فوق بقى. بيقول لها بحبها اما مش هقدر اسيبها. ابوه بيقول له اطلع بره بيتي يا كلب. بيقول له مش طالع. بيقول له بقول لك غور بره البيت يلا. كبير بيسيبهم ويمشي، وشيفا بيروح ياخد المكنه من عند بيت بيرتي. بيرتي بتبص عليه من فوق ولا بيعبرها. كبير بيتصل بيه وبيقول له شفت بيرتي؟ بيقول له لا يا اسطى انا ما رحتش اصلا، بعت واحد صاحبي يجيب لي المكنه من هناك. ومن بعدها صديقي كبير بيعيش اسوأ ايام حياته. بيبدا في هلك جسمه برضه ما بيقدرش ينسى بيرتي. بيشتغل في مستشفى ورغم انه بيشرب بيحقق انجازات كبيره قوي. عمليات نسبه نجاحها 0%، على ايد كبير بتكون نسبه نجاحها 100%. المهم في يوم شيفا بيوصله على شغله. بيقول له استنسى البنت دي وخلاص ركز في حياتها. بيعيط. بيقول له فيلا مفيش راجل بيبكي، بس وحياة امك ما تقطعش قلبي وربنا يا كبير انت مليار بنت احسن منها يتمنوه. بيخش المستشفى وهو بتخش عليه الفنانه الكبيره الوزه الخطيره جايه شارما. الممرضه بتقول له يا دكتور في فنانه كبيره قوي جت مخصوص علشانها. بيقول لها خليها تخش. بتخش وبيجي معاها رئيس المستشفى. بيقول له كبير خلي بالك مع الفنانه الكبيره جايه. بيقول له اعمل ايه يعني؟ كسفتك يا حازم. بيقول لها لا مؤاخذه يا ست الناس، دكتور كبير من اشطر الدكاتره عندنا، ده ما كانش في العالم كله، انا شفت كل افلامه وبحبك قوي يا فنانه. كبير ما بيحبش اللت والعجن والتمجيد والتعريض، فبيجيب اخره من رئيسه. بيقول للممرضين انتوا واقفين كده ليه؟ نسيتوا شغلكم؟ متعودين تعملوا ايه بمجرد ما يجي اي مريض؟ يلا اعملوا اللي متعودين تعملوه. رئيس المستشفى بيختفي من وشه، بيقعد قدام الفنانه وبيقول لها معلش على اللي حصل، عندك كام سنه؟ بتقول له 26. بيقول لها هاتي رجليكي. بيرفع رجليها عقبالك يا صديقي، اما تبقى دكتور يا خلبوس مالكش دعوه برجليها خالص يا صديقي. المهم بيقول لها بصي هتوجعك شويه. بيرد رجليها بيقول لها جربي اقفي كده، والغريبه يا صديقي انها بتقف وكانها اتجزعت في حال. بتقول له ده سحر ولا شعوذه؟ بيضحك وبتسيبه وتمشي. بتقول للواد اللي معاها هات لي رقم الدكتور كبير. بيقول لها زيرو مفيش، اسالك ما تجاوبيش. بتقول له انت عرفت منين الرقم؟ بيقول لها كنت عارف انك هتحتاج رقم فجبتهولك. كبير بيخلص شغل واخوه بيروح له البيت، بيلاقي كل الممنوعات عنده. كبير بيحضر، اخوه بيقول له افتح بقك يلا. بيقول له ابعد عني يا عم. بيقول له انت لسه ما بطلتش ادمان؟ بيقول له انا مش مدمن. بيقول له طيب يلا تعالى معايا البيت. بيقول له ما تحاولش انا حابب حياتي وعايش لوحدي، بشرب وبعمل كل اللي انا عايزه براحتي. بيقول له بجد؟ بيرميها على السرير والاتنين بينزلوا ببعض تخبيط. بيقول له انت ازاي بتشرب يا كلب؟ بعد ما بيخلصوا الاتنين بيشربوا سوا. بيقول له يا اسطى تعالى معايا البيت. بيقول له صدقني ما هقدر، انا مبسوط كده بحياتي. تاني يوم بيروح للفنانه جايه في مكان تصوير. بتقول له تسلم لانك جيت. بيقول لها انا كان ليا حبيبه في المعهد مش قادر انساها لحد دلوقتي، هتقدري تساعديني انساها؟ بتقول له اكيد بس اساعدك ازاي؟ بيقول لها بجسمك. بتنصدم. بيقول لها ما ترديش دلوقتي، فكري وانا موجود. شيفا بيقول له ولا يا كبير. بيدخلوه وجيه بتروح تصور المشهد. شيفا بيقول له انا مش مصدق انك مصاحب جيه، لو عرفت تخش معاها في قصه حب يا اسطى خش. بيقول له انا لا دخلت في حب ولا دب، انا دخلت في الغويط على طول. بيقول له بتهزر وقالت لك ايه؟ بيقول له هتوافق يلا بينا وهتيجي ورايا البيت. وفعلا بتروح له البيت والواد بيكون محترم ما بيعملش معاها اي حاجه، بيقضوا اغلب اوقاتهم سوا. وبيروح وسط الزرعه دي وهو السلك بيلمس يا صديقي. بيقول لها ممكن حد يشوفنا بره؟ بتقول له الواد كزبيرو موجود بره، لو في اي حد هينبهنا. انا بحبك قوي يا كبير. بيغضب وبياخد بعضه وبينزل من العربيه. بتقول له كبير استنى انت رايح على فين؟ بيقول لها انا قلت لك من البدايه ان انا مش بتاع حب. بتقول له خلاص انا اسفه. بيقول لها خلاص انا عرفت منك مش عايز اشوف وشك تاني. بيرجع المستشفى بيخلص شغل ومن التعب والشرب بينام مكانه. الممرضه بتصحيه، بيروح البيت يا دوب بيشرب له كاسين وبيترمي
مكانه. الممرضه بتتصل بيه وبتقول له الحقنا يا دكتور، في حاله صعبه قوي جات المستشفى. بيقول لها خليها لحد ما اصحى. بتقول له يا دكتور مساله حياه او موت. بيتعكز وبيروح المستشفى وبيبدا العمليه يا صديقي، ولكن ما بيكونش قادر يقف على رجليه، وبيكون خلاص يخلص العمليه ويخيط، ولكن ما بيقدرش يقف. هو بيخلي الممرضه تكمل مكانه، بيتوكل على الله يغمى عليه، ورئيس المستشفى بيقلب الدنيا. اهله بيحضروا في المستشفى وصاحبه بيقول لشيفا انت على طول معاه، لو ما بطلش شرب هيموت، ربنا يعديها على خير. رئيس المستشفى حالف 100 يمين لا يسحب منه الرخصه ويوقفه لحد ما يبطل ادمان. لازم تقول له يهدي الدنيا معاه علشان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده، والاهم من ده كله يبطل شرب. ولكن يا صديقي الاعلام بيكون سمع اللي حصل، والاعلامي ده بيقول دكتور كبير سانج من اكبر واشطر الدكاتره في الهند، ولكن حادثه غريبه حصلت وهو في اوضه العمليات اغمى عليه، وده بسبب ادمانه للكحول وتدخين المخدرات. ابوه بيسمع الاخبار وابوه بيقول له هتسيبه يابا؟ بيقول له روح خليك معاه. وفعلا يا صديقي كبير بقرار يتغير، بيرجع البيت وهو بيفضي كل الازايز اللي عنده. اخوه بيبعت له وبيقول له ده اكبر محامي في دلهي، اسمع يا كبير اللي هيقول لك عليه بالحرف الواحد. المحامي بيقول له اسمع يا كبير، انت تجاوزت الحد الاقصى اللي مسموح لك به في الشر، انت الموضوع معاك بقى ادمان وده مهنتك ما تسمحش بيه. قول له بصراحه انت كنت سكران وانت بتعمل العمليه للمريض؟ بيقول له اخوه اليوم ده انا كنت تعبان، غير ده كله الحاله ما تخصنيش اصلا، سيبك من ده كله بقى على جنب، العمليه نجحت والمريض اللي عملت له العمليه زي الفل وهيخرج بكره من المستشفى. المحامي بيقول له يا كبير انت لازم تعرف ان انا مش ضدك، انا معاه، لازم ترد على سؤالي وبكل صراحه، انت كنت سكران وانت بتعمل العمليه للمريض؟ بيقول له انت دكتور ولا محامي؟ اخوه بيقول له ده كبير الناس كلها عرفت ان انت مدمن، ولكن انا مش هسيبك ووعد مني هخرجك منها. المحامي بيقول له انا مظبط كل حاجه، هنقول قدام القاضي انك ما كنتش سكران، وبالنسبه للشهود انا مجهز ناس هتشهد زور وهتقول انك ما كنتش سكران، وبالنسبه للمريض كويس انه عايش هنديله فلوس وهيشهد انك ما كنتش سكران، اللي هيتقال انك كنت تعبان وانت مضيت اهله انك انت هتعمل له العمليه، ولو حصل له اي حاجه انت خالي مسؤوليتك تماما. وطبعا اما يسالك القاضي هتقول له انك ما كنتش سكران، كنت تعبان لانك كنت مطبق في الشغل. كبير بيكون في منتهى الحيره ما بين انه يكذب ولا يخسر مهنته. بيرجع البيت بيلاقي الازازه دي قدامه بيرفعها، بيطب ساكت مكانه، وكمال وشيفا بيخشوا عليه بيلاقوه مرمي على الارض، بيحاولوا يفوقوه ولكن ما بيفوقش يا صديقي. شيفا بيروح يجيب الكيس ده وبيديه له علشان يفوق، بيفوق وبيلبس هدومه وبيروح على الجلسه، الكل بيكون حاضر والقاضيه بتقول خلينا نفتح ملف القضيه. كبير بيقول لشيفا يا اسطى فاكر يوم ما اتخرجنا من المعهد؟ بيقول له نخرج من المصيبه دي وبعدين فكر يا اسطى. بيقول لاخوه بص يا اسطى انا كنت عايش علشان حاجتين، بيرتي وشغلي، بيرتي راحت مني مش عايز شغلي يروح مني. بيقول له اسمع الكلام ونفذ اللي قال لك عليه المحامي ومش هتخسر شغلك. القاضيه بتقول طيب بعد ما كلنا عرفنا تفاصيل القضيه والتهمه الموجهه للدكتور كبير سانج يا ريت تقول لنا يا دكتور المريض اللي كنت بتعمل له العمليه كان فيه كام كسر في جسمه؟ بيقول لها 6، كان اسمه رافي عنده 58 سنه. بتقول له برافو عليك، وانت بتعمل العمليه اغمى عليه وخليت الممرضه تكمل مكانك. بيقول لها صح. بتقول له طيب قبل العمليه كنت شارب حاجه او قبلها بيوم كنت شارب حاجه؟ مخدرات، تدخين، ويسكي. بيركز وبيكون في منتهى الحيره. المحامي بيترعب وابوه بيترعب واخوه بيترعب وشيفا بيترعب، كلهم يا صديقي بيكونوا في منتهى الرعب، واللي كانوا خايفين منه بيحصل يا صديقي. كبير بيقول لها شراب. بتقول له كنت سكران يوم العمليه؟ بيقول لها بالظبط، ودلوقتي قاعد معاكي شارب لما عميان، بشرب اي حاجه وكل حاجه، بشرب اي حاجه تنسيني نفسي، بنسى كل حاجه الا شغلي، دايما مركز فيه وعمري ما غلطت فيه غلطه، ومبسوط قوي لان مسيرتي ما فيهاش اي غلطات، واما غلطت لازم اعترف ولازم اخد عقابي علشان شغلي الحاجه الوحيده اللي في حياتي لازم اخليها نظيفه. بتقول له طيب للاسف يا دكتور كبير هنسحب منك الرخصه لمده 5 سنين، وان عرفنا انك اشتغلت في اي مكان هتوصل درجه العقوبه ل 20 سنه سحب رخصه واحتمال كبير تقضيهم سجن. بيقول لها تمام، اسف يا اخويا، اسف يا ابويا، اسف يا صاحبي. هو بيسيبهم ويمشي. اخوه بيخرج بره وهو بيرزعه بحته قلم محترم، وكبير بيرجع لادمانه تاني وبيرجع افظع من الاول بمراحل كبيره قوي يا صديقي. بيخسر كل فلوسه وهو بيبيع عفش البيت اللي متاجره، الراجل بيطرده من الشقه والادمان على وشك ينهي حياته. وفي يوم شيفا بيروح له هو بيقول له اسمعني يا اسطى انا هجوزك اختي، موافق ولا لا؟ بيقول له للدرجه دي بتحبني يا اسطى؟ بيقول له انا ما بحبكش يا عم، انا بحب اختي، وبصراحه شايف مصلحتها معاه. بيفضل يعيط وكبير بيفضل يعيط معاه. تاني يوم جدة كبير بتموت، بيروح جري على البيت، بيكون في منتهى الحزن عليها، وبعد الحزن بيحرقوها صديقي، بيخلصوه وكبير بيروح لباباه بيقول له انا عارف انك زعلان عليها، زعلان عليها اكتر مني، بس دي سنة الحياة يابا، نتولد ونتحب ونحب ونموت، واللي بنحبهم ويحبونا يزعلوا علينا، ما تزعلش يابا انا جنبك علشان اشيل عنك الحزن ده. بياخده بالحضن هو بيقول له اوعى تسيبني تاني يا ابني، وفعلا يا صديقي ما بيسيبهوش، واخيرا كبير بيحلق دقنه وبيروح على المكنه بتاعته. ابوه بيقول له ولا جدتك كانت دايما بتنضفها لك، كانت عارفه انك هترجع. بيقول له كانت حاسه. بيقول له اسمع اوعى تزعل على شغلك، انا هشغلك معايا وهحاول نرجع لك الرخصه قبل 5 سنين، وممكن انت ما تهتمش بالرخصه دي اصلا تاني لانك هتبقى بزبزمان قد الدنيا. بيقول له على الله. بيسيبوه يمشي وهو ماشي بيشوف حاجه بتشد انتباهه يا صديقي، بيروح جري على المستشفى دي، بيلاقي راجل وست واقفين بيطمنوا على واحده قاعده، بيمشوا من قدامها
اللي هي مين؟ بيرتا صديقي. ما بيكونش مصدق نفسه ولا عارف يفرح لانه لقاها ولا عارف يزعل لانها حامل في بيبي. ما بيقدرش يروح يتكلم معاها وبيرجع تاني على البيت. على بالليل شيفا وكمال بيروحوا له، بيقول لهم عارفين انا شفت مين النهارده؟ بيقول له مين يا اسطى؟ بيقول له بيرتي بقت ست وكمان حامل. بيقول له اتكلمت معاها؟ بيقول له امال يا عم، وقالت لي انها هترجع معايا تاني. بيقول له جوزها والطفل اللي في بطنها. بيقول له هتسيب جوزها علشاني. بيقول له بجد؟ طب وانت ذنبك ايه تاخد واحده حامل؟ بيقول له يا عم دي عمري حبي الوحيد. شيفا بيقول له انت كداب يا اسطى، انت ما عندكش الجرأه تتكلم معاها. بيقول له لا مش كداب، وتعالى بكره هكلمها قدامك. وفعلا تاني يوم الاثنين بيروحوا لها وبيرتي بتحضر في المكان. كبير بيقول لها بيرتي، بتبص عليه بقرف وبتسيبه وتمشي. بيروح وراها وبيقول لها ازيك؟ ابوس ايديكي بصي لي، سيبي عينيك تحكي لي اللي انت مخبياه. بتقول له انت عايز ايه وايه اللي جابك هنا اصلا؟ بيقول لها انا جيت علشان اخدك معايا. بتقول له اياك تلمسني ابعد عني. بيقول لها مش هبعد وهعمل المستحيل علشان نبقى سوا. انا عارف انك مش مبسوطه من غيري زي ما انا مش مبسوط من غيرك. بتقول له مين قال لك بقى ان انا مش مبسوطه من غيرك؟ مين انت اصلا؟ بيقول لها كيس زباله. بتقول له انت قلت لي اتجوزي اللي اختاره لك ابوكي وابويا اختار لي وانا اتجوزت يا كبير، والنبي سيبني في حالي وامشي يا عم. بيقول لها بوس ايديك ما تعمليش فيا كده، اديني فرصه واحده بس. بتقول له زي ما اديتني فرصه 6 ساعات اقنع فيهم ابويا يومها جيت لك فرح اخوه وفضلت مستنياك قدام بيتكم 8 ساعات، لا خرجت ولا عبرتني. بعدها بيومين اللي هو يوم جوازي جيت علشان تتكلم معايا، كنت فين في اليومين دول؟ كنت نايم؟ شيفا بيقول لها لا ما تحكميش عليها بيرتي، كبير فضل مستنيكي على نار في اليوم ده، وبعد ما عدوا ال6 ساعات انت ما رديتيش عليه، خد حقنه مخدر نيمته اليومين دول، واما فاق على خبر جوازك مني، جالك وكان باين عليه التعب ولكن انت لا عبرتيه ولا رضيتي تبصي على شكله. انت ما شفتيش حالته كانت عامله ازاي ال8 شهور اللي فاتوا؟ كان من غيرك بينه وبين الموت خطوه. شكله اللي انت شايفاه ده كويس قوي بالنسبه للشهور اللي فاتت، اتحسن لما رجع بيت ابوه اما جدته ماتت، كان عايش لوحده مدفون بالحياه. كبير بيقول لها انت مش راضيه تبصي عليا صح؟ انا مستعد اعمل اي حاجه علشانك. بتقول له يوم جوازي ما كنتش راضيه ابص عليك علشان ما تفكرنيش يا كبير وسيبني في حالي علشان خاطري. بيقول لها هسالك سؤال واحد وبعدها همشي على طول، يا ريت بس تجاوبيني بصراحه، انت بتثقي فيا ولا لا؟ ما بتردش عليه. بيقول لها انا عايزك تديني فرصه واحده، انا هواجه ابوكي وامك وعمك وخالك واي حد يقف في وشنا علشان يفرقنا، انا بحبك ومش هضيعك من ايديا تاني يا بيرتي. بتقول له الطفل اللي في بطني ده مين هيكون ابوه؟ بيقول لها انا هكون ابوه، عندك اي حاجه تاني؟ بتقول له فكك مني يا عم، انت معاك حبيبتك مشهوره ومدمن مخدرات، روح كمل حياتك اللي انت عايشها. بيقول لها كل ده كان بسبب بعدك عني، تعبت من غيرك ولو مشيت من غيرك هروح على موتي. بتقول له تعالى اقعد قدامي. بيرقد قدامها فبتفضل تلطش فيه، بتفضل تبوس في وشه وبتقول له ازاي قدرت تعيش من غير الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ازاي عملتها يا كبير؟ ازاي عملتها؟ قاسي انا سبت جوزي يوم جوازنا ما رجعتلهوش تاني، كنت زعلانه منك قوي، حتى سبت بيت ابويا ما رجعتلهوش تاني، خدت مكان ايجار وقعدت فيه لوحدي، اشتغلت دكتوره وبعد اسبوع فكرت ارجع لك تاني بس لقيت البيري متاخره عندي، رحت كشفت عند دكتوره نسا قالت لي ان انا حامل، كنت مع نفسي وفضلت عايشه لوحدي وقلت ارجع لك تاني ولكن اكتشفت ان انت بتحب ممثله اسمها جيا، تعبت منك وقررت اكمل لوحدي واربي ابن اللي في بطني لوحدي، بس ده مش ابن لوحدي يا كبير، ده لحمك ودمك، اللي في بطني ده ابنك انت يا كبير. بياخدها بالحضن وبتقول له ما كنتش هقول لحد ولا هقول لك بس خلاص يا كبير حامل في طفل منا. الست دي هي اللي كانت بتاخد بالها مني في فتره غيابها. بيروح ياخد الست بالحضن بتقول له خلي بالك منها، خد اهي حاجتها ويلا طرقونا بقى. بياخدها على البيت والكل يا صديقي بيستقبلها احسن استقبال، ابوه وامه واخته واخوه وعيلته كلها بيكونوا في منتهى السعاده. ابوها بيحضر في المكان وبيقول له كبير انا اسف يا ابني كنت مستهزأ بقلوبكم، طلع حبكم اكبر مني بكتير، سامحوني يا اولاد. بياخدهم بالحضن وبيجوزوهم والعيله وزمايلهم بيكونوا في منتهى السعاده، وبتعدي الشهور والاتنين بيقضوا اجمل ايام حياتهم مع ابنهم سوا. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت ونفذت كل طلباتك، ولذلك ليا طلب عندك يا زعيم، لايك وكومنت من قلبك يفرحني، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار تاني وتشوفني، وخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام. بتبدأ أحداث الفيلم في البرازيل لما بيصحى سانتوس وبيشغل الموسيقى اللي بيحبها وبيحضر قهوته عشان يفوق، وأول ما بيمشي من اليخت اللي كان فيه بيفعل قنبلة عن طريق التليفون وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيتحرك وبيروح للمطعم المفضل بالنسبة له وبيرحب بيه صاحب المطعم وبيعرفه إن مكانه فاضي، فبيروح عشان يقعد، فبتيجي بنته وبتقعد جنبه وبتقول له إنها بتدور عليه عشان مديرها عايزه في شغل مهم جدا، وبتهدده إنه لو ما نفذش الشغل ده هتقتله، فبيصورها سانتوس وبيرميها على الأرض وبيبدأ قتال عنيف بين سانتوس والحراس، وبيقدر سانتوس
انه يتصدر ليهم بكل احترافيه وبراعه، وبيسدد لهم ضربات قويه كلهم، وبياخد واحد منهم وبيحط وشه على الشوايه وبيحرقه ويستفز الحراس فبيهجموا عليه بقوه. لكن بالرغم من عددهم الكبير الا ان سانتوس قدر يتغلب عليهم ويضرب واحد فيهم بالسكينه في ظهره وبيهرب بعدها، لكن بيجري وراه باقي الحراس بس ما بيقدروش يلحقوه لانه ساعتها بيكون هرب فوق طياره، ولما بتلحقوا 6 من اللي كانوا بيجروا وراه بينط فوق طياره يدويه تانية وبيروح بعدها لليخت بتاعه وبيلاقي ناس مستنياه هناك، فبيفجر اليخت عن طريق التليفون وبيروح على طول بعدها لمقره التاني وبيطلع شنطه كان مخبيها تحت الارض وبيوصل موبايله بالكمبيوتر بتاعه وبيدور على صوره الست اللي صورها فبيلاقيها وبيحرق جواز السفر بتاعه، وبنلاقيه تاني يوم سافر تايلاند وبيقابل هناك بنت اسمها مي واللي بترحب بيه جدا وبتاخده على طول لبيتها، وبيطلع سانتوس بقى شنطه من تحت السرير وبيكمل بحث عن الست اللي بتطارده وبيعرف انها عميله عند اكبر واقوى منظمه عالميه. في اليوم التاني بيخرج سانتوس من البيت واللي بيبقى باين عليها اثار الضرب الجامد وبتروح تشتري من ممرضه علاج، بعدها بتروح مي لسانتوس وبتطلب منه يساعد جينا قبل ما تتقتل من فرانك، وبيوافق سانتوس وبيروح له وبيفضل يضرب فيه لغايه ما بيموت منه غصب عنه، وبتيجي مي بمركب صغير وبتاخد جينا وبتمشي، وبينزل سانتوس لاسفل المركب عشان يحركها وبيلاقي جواز سفر جينا وموبايلها، وقبل ما بينزل من المركب بيغرقها بنزين وبياخد مركب صغير وبيمشي بيها لغايه ما بيوصل للشط وبيضرب عليها بمسدس فاير وبتولع، وبيدخل بعدها على طول لجينا وبيوريها جواز سفرها وموبايلها اللي عليه صورته وبيقول لها ان مش اول مره تحصل وانه عايز يعرف منها دلوقتي هي تبع مين، لكنها بترفض الكلام وبتفضل ساكته لكنه بيهددها بالسلاح، فبتعترف له انها شغاله مع كيرم وبتقول له ان فرانك كان معاهم في الخطه وانها اتجبرت انها تعمل كده والا كانوا هيقتلوها، فبيبلغها سانتوس انها تفضل جنبه لانه ما بقاش واثق في حد بعد ما كلهم اتخلوا عنه، وبيوعدها انه هيحميها ومحدش هيقدر يقرب لها طول ما هو عايش، وبيقول لها انه هيخلص على كيرم ورجالته لكن بتعترض جينا على قتله، لكن بيقول لها انه مفيش حل غير كده، وبتروح تاني يوم لمي عشان تعمل لها وصفه لعلاج جروح ظهرها، وفي نفس الوقت اللي بيروح فيه سانتوس للبحر عشان يغطس، وبتشوفه جينا وهي واقفه على البحر وبنلاحظ انها معجبه بيه، وبيروح سانتوس وبيدور على سجل جينا وبيلاقيه كله اعمال خيريه، وبالصدفه بيشوف حراس كيرم بيراقبوهم، فبيخرج سانتوس وبياخد جينا وبيروحوا للحفله عشان الحراس ما يشكوش فيهم، وفي الليل بقى بتروح له جينا عشان تشكره على كل حاجه عملها لها وبتعتذر له على اللي عملته وبتقول له انها متفهمه ان كل المشاكل اللي هو فيها بسببها، لكن بيقول لها سانتوس انها حصلت معاه قبل كده وهو صغير، وبتحضنه جينا وبتطمن بوجوده وبيطمنها اكتر لما بيقول لها ان بكره هتكون بعيد عن اي خطر وبتكون خايفه عليه جدا وبتحذره من كيرم، وبيهديها سانتوس وبيديها ساعه ابوه اللي بيحبها جدا. وبسرعه تاني يوم بتيجي عصابه كيرم عشان تخطف جينا، فبيشوفهم سانتوس وبينزل فيهم ضرب، وبالرغم من قوه سانتوس لكن ما بيقدرش عليهم من كتر عددهم، وبيقول لهم سانتوس انه عايز يشوف كيرم وش الوش، وبيروح له فعلا، وقبل ما بيدخل بتيجي مديره اعماله وبتفتشه، وبيجي بعدها كيرم وبيرحب بيه وبيطلب منه انه يخلص على اخطر 3 مسجلين خطر وفي المقابل هيسلموا جينا، وبيكون اول راجل هو كيرل وده مسجون في ماليزيا، وبيديله GPS عشان يقدر يتواصل معاه ويوصل له بعد ما يقتل كيرل، وبياخدوا الحراس جينا للمركب، وفي نفس الوقت بيكون سانتوس وصل ماليزيا وبيفضل يفكر كتير ازاي يلاقي خطه يقدر يدخل لكيرل بيها السجن، وبيفتح ملف لشخص مطلوب اسمه مارتل وهو مميز برسمه حجر نرد في وشه، وبيبدا سانتوس انه يحضر للخطه وبيروح يشتري واقي قروش وبيجيب سم وبيحضر جهاز الGPS في سجاره وبيرسم وشم حجر النرد على وشه وبيزور جواز سفر ليه جديد، وتاني يوم بيمشي قريب من السجن فبيشوفه شرطي فبيقبض عليه ويتسجن، ويفضل سانتوس يفكر ازاي هيقتله ويفتكر كلام كيرم لما قال له انه لازم يطعنه في ظهره، وبيشوف كيرل وهو ماشي في السجن مع حراسه وبيسال سانتوس واحد معاهم مسجون عنه، فبيقول له ان كيرل ده جلاد وبيقتل اي حد بيضايقه وان كل السجن عايزين ينتقموا منه، وفي وسط ما كيرل بيلعب حديد وحواليه حراسه بيشوف سانتوس مؤامره بين المساجين وهم بيمرروا لبعض السكينه وبخفه يد بياخدها سانتوس منهم، لكن بيجي واحد تاني بسكينه ويبقى هيخلص على كيرل لكن بيشوفوا سانتوس وبيقتله، وبكده يكون انقذ كيرل، فبيتبسط كيرل منه جدا وبيطلب منه انه ينضم للحراس بتوعه لكنه بيرفض، فبيعزمه على العشاء معاه وبياخده معاه لاوضته، وفي الوقت اللي بيحضر فيه كيرل العشاء بيتكلم مع سانتوس على اللي حصل الصبح وبيقول له انه ما يعرفش هو مين وليه عرض حياته لخطر كده، فبيقول له انه يعرفه كويس وان هو اللي بيدير السجن، فبيفرح كيرل ويقول له انه هيخليه يبقى المساعد بتاعه لما يحكم افريقيا كلها. بعدها على طول بياخد سانتوس العصايه وبيخنق بيها كيرل وبيكتم نفسه بقماشه وبيفضي السم اللي معاه في ميه ويشربها لكيرل لغايه ما بيموت، وبيدخل الحراس عشان يطمنوا على قائدهم، وبحركه ذكيه من سانتوس بيخلي كيرل في وضعيه الصلاه وبيقول لهم محدش يقاطعه عشان بيصلي، وبعد فتره صغيره جدا بيعرف الحراس ان كيرل مات،
وبيبلغوا الشرطة. وده في نفس الوقت اللي بيفجر فيه سانتوس حيطة في السجن بعد ما بيبلع جهاز التتبع، وبعدها بيدهن على جسمه واقي القروش وبيحاول يكسر الحيطة أكتر بعمود خشبي. وبتيجي الشرطة عشان تمسكه لكنهم ما بيلحقوش وبينط في البحر. وبيكون هناك قبطان بسفينته مستنيه، وبيطلع حراس الشبكة على أمل إنه يكون فيها سانتوس، لكنهم بيتفاجئوا بيه لما بيقدر يطلع من ظهر السفينة. وبتكون أول حاجة بيقولها له إنه عايز يطمن على جينا، وبالفعل بيخلوه يكلمها وبتقول له إنه لازم يقتل الهدف التاني في خلال يوم واحد بس وإلا هيقتلوها. وبتقفل. وبعدها كيرم بيشيل السلاسل من إيدين جينا وبيشوف ساعة سانتوس، وبيعرف كده إنها غالية جدا عنده وإنه فعلا بيحبها وممكن يعمل أي حاجة عشانها لأنه بيحب ساعته جدا وعمره ما اداها لحد. وفي اليوم التاني بيروح سانتوس على استراليا عشان هدفه التاني، وهو شخص اسمه أدريان، وشافه وهو حواليه حراسة، وبيفضل سانتوس يراقبه ويصور كل الأماكن اللي بيروحها وكل تحركاته عشان يبدأ يعمل الخطة ويخلص عليه. وبيقدر لما يروح يعمل الخطة بسرعة، وبيروح لصاحبه شقة في البرج اللي قاعد فيه أدريان. وفي الوقت اللي بيتفرجوا على الشقة بيتصل على تليفونها برقم تاني، فبتروح ترد على التليفون، فبيصور بسرعة المفتاح وهو بيمشي. وبيروح سانتوس يحضر مادة مجمدة بتكسر أي نوع إزاز بسرعة جدا. ولما بينزل أدريان بيطلع سانتوس لأوضته كعامل صيانة، وبيفك إزاز الشباك وبيتسلق على البرج، وبيعدي تحت حمام السباحة المتعلق في البرج بالشنيور، وبيحط المادة اللي بتكسر الإزاز. وبيروح سانتوس على طول لأوضته في الوقت اللي حمام السباحة بيبقى مكسور، وهو بيعوم فيه أدريان بيقع بيه حمام السباحة، وبيشوفه سانتوس وهو بيقع من البرج وبيمشي على طول. فبيروح يكلم جينا ويطمن عليها، ويتكلموا فيديو كول، وبتوري له إن ساعته وقفت ولكنها كانت بتصور له خط سير المركب، وبياخد باله الحارس وبيضربها وبيقفل. وبيتصل على طول سانتوس بمكتب إدارة الميناء عشان يعرف خط سير وتحركات المركب، وبيعرف إن المركب دلوقتي موجودة في سيدني في رصيف 7. على طول بيطير سانتوس بالهليكوبتر وبيروح على طول لهناك، لكنه بيلاقي إن المركب اتحركت ومش موجودة، وبيخلي الطيار يفضل ماشي عكس الشمس، وبينط في نص البحر ومعاه موتور، وبيلاقي السفينة وبيطلع عليها، وبيلاقي حراس كتير وبيفضل يضرب فيهم وبيخلص عليهم كلهم. وبيفضل يدور على جينا وبيلاقي حراس تاني وبيحاول يخلص عليهم، وبيقدر لغاية ما بيلاقي حراس تاني وبيحاصروه بعد ضرب كتير جدا، وبياخدوه لكريم وبيقول له إنه وعده لو خلص على ال3 ساعتها بس هيقدر ياخد جينا، وإنه دلوقتي فاضل له واحد بس. فبيتعصب سانتوس جدا وبيضرب في الحراس وبياخد واحد منهم وبينط بيه في البحر، وبياخده وبيمشي باسطوانة الأكسجين والموتور، وبيروح لمحطته الثالثة بالغارية، وبيكون هدفه الثالث اسمه ماكس. وبعد ما بيبحث عنه بيعرف إنه تاجر سلاح أمريكي كبير جدا ويعتبر من أغنى أغنياء البلد، وإنه بيمتلك الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وبيروح فبيلاقي ماكس عامل للشيوع البلغارية قبة صخرية وبتكون مليانة حراسة ومستحيل إنه يقدر يخترقها، وبيكون فيها غواصات تحت الجبل بتوصل للقبة الصخرية. وبنعرف إنه بسبب مقتل الهدفين الأولانيين خاف ماكس جدا وحس إن الدور عليه، وخلاه ينبه إنه أي حد غريب يحاول يدخل المصنع يتقتل على طول. وبعد ما يفكر سانتوس كتير جدا إنه إزاي هيقدر يخترق القبة الصخرية، بيخترق حساب ماكس، وبيعرف إن الطريقة الوحيدة للدخول هناك هي الطيارة الهليكوبتر بتاعة المستشفى. وبيروح سانتوس للمستشفى ومعاه قناصته، وبيصيب واحد من حراس ماكس اللي واقفين فوق السطح، فبيطلب له طيارة المستشفى. وفي الوقت ده بيروح سانتوس وبيستخبى في الطيارة، وبعد ما بيوصل للقبة بيتسلل وبيحط أجهزة للتشويش عشان ما يقدروش يتعرفوا على مكانه. وبيقابله حارس وبيضربه، وبيجيله حراس كتير وبيقدر يتغلب عليهم. وبيحس ماكس إن في حاجة غلط غريبة، وبينزل في الأسانسير عشان يتأكد، فبيرمي عليهم سانتوس قنبلة، لكن بيقدر ماكس ينجى منها ويدخلوه الحراس للخزنة بتاعته، وبيأمنوه الحراس من بره. لكنه بيتفاجئ سانتوس أصلا جوه، وبيهدده إنه لو ما سمعش كلامه هيقتله، وإنه مش عايز يقتله. فبيعمل له ماكس قهوة وبيقعدوا يشربوها، وبيحكي له سانتوس بقى إن هو اللي قتل كيرل وأدريان، وإنه هكر حسابه، وإنه عارف عنه كل حاجة، وبيقول له إنه مش هيقتله، لكن في المقابل هيساعده إنه يتخلص من كيرم. وبيوافق ماكس على طول، وبيحكي له ماكس عن نفسه أكتر إنه أكبر تاجر أسلحة كيميائية. وبيبدأ سانتوس يحكي له على الخطة هتمشي ازاي، وبيقول له انه هيفجر المكان وينط في البحر عشان كيرم يصدق انه مات ويروح ياخد جينا، وساعتها يقدر يقتله. فبيوافق ماكس وبيفجر المكان وبينط في البحر، وبيروح لسانتوس اللي بيكون مستنيه، وبيشوف كيرم على التلفزيون انفجار المبنى في نفس اللحظة اللي بيتصل فيها سانتوس عليه، وبيقول له انه هيجي ياخد جينا، لكن بيقول له انه مش هيستلمها غير لما يلاقي جثة ماكس. وبيروح مدير اعمال كيرم عشان يدور على جثة ماكس، وكمان عشان لو لقى سانتوس في طريقه هيقتله. وفي طريقه للغواصات بيكون سانتوس بيجهز لكل حاجة، ومغرق الدنيا بنزين قنابل في الباب، وحاطط الرشاشات فوق الغواصات، وبياخد سلاحه ويستناهم. ولما بيوصلوا بيدوروا على الجثه ومش بيلاقوها، وبيضرب سانتوس عليهم النار وهو مستخبي باحترافيه في السقف، وبيخلص عليهم كلهم. ولما بيدخل منهم حبه عشان يستخبوا في الاوضه بتنفجر بيهم، وبيرمي سانتوس على الباقي قنبله عشان يخلص منهم. وبيروح سانتوس لمركب كيرم وبيطلع يخلص على الحراس، وبيفضل يضربهم بالسكينه وباي سلاح بيمسكه. وعلى مركب تاني بتكون جينا عليه بتضرب الحارس اللي معاها، لكنه بيضربها بالمسدس في جنبها في نفس الوقت اللي كان فيه
فيه سانتوس على المركب التاني بيخلص على الحراس وعمال يضرب فيهم، بيرمي في المركب قنبله وبيروح لجينا وبيفعل كيرم قنبله عشان يفجر المركب كلها، فبيهرب سانتوس جينا في مركب صغير وبيتصدله الحراس فبيوقفوا وبيخلص منه، وبيلاقي كيرم وبيفضل يضرب فيه ويقول له ان المركب فاضل لها 3 دقايق وتنفجر، وبيقوم يلف حوالين رجله سلاسل، لكن بيقدر سانتوس يتخلص منها وبيلفها حوالين رقبته وبيمشي. وبنروح لجينا واللي لقيتها سفينه معديه وبتاخدها، لكنها بتكون حزينه جدا على سانتوس، وبيكون منتظره ماكس واللي بيزعل جدا على موته. وبتبعت جينا لمي رساله شكر وبتقول لها انها رجعت بلدها كمبوديا، وبتتفاجئ جينا جدا وبتفرح لما تشوف سانتوس واقف قدامها وانه لسه عايش وبيعرض عليها الجواز، واللي بتوافق على طول على طلبه. في نفس الوقت اللي بيعرف ماكس ان سانتوس عايش من رساله بعتها له وبيفرح جدا. وكده انتهى فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الملخصات الجديدة.